بكم في الحلقة الثامنة، والنهاردة هتكلم معاكم على فكر وتعليم الكنيسة الأرثوذكسية من ناحية معمودية المية، وفكر وتعليم المعمودية في الإنجيل. عايزك النهاردة تجيب معايا المرجع دوت أسرار الكنيسة السبعة من أي مكتبة أرثوذكسية، وافتح معايا صفحة 53. شوف النهاردة بيقول لك إيه. النهاردة عايزين نعرف إيه حكم الكنيسة على الطفل اللي مش هيتعمد عندها. بص بيقول لك إيه كده: حرصا منا على أبدية هؤلاء الأطفال، لأن الرب يقول: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات. الكنيسة النهارده بتقول وجايبة آية مستشهدة بيها مش في مكانها، مش على المعمودية خالص، وبتقول كده هوت: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ده حكم. اسمع بقى اللي جاي: فكيف يمكن أن نمنع عنهم العماد فنعرضهم لهذا الحكم الإلهي؟ بيقول كده هوت: إزاي نمنع الحكم أو المعمودية على الأطفال دي فنعرضهم للحكم بتاع ربنا؟ إيه الحكم بتاع ربنا؟ اللي هو لا يقدر أن يدخل ملكوت الله الذي لم يحدث أن الرب استثنى منها الأطفال. يعني بيقول لك حتى الحكم الإلهي دوت ربنا ما استثناش منه الأطفال. يعني معنى الكلام ده وحكم الكنيسة الأرثوذكسية: أي طفل مش هيتعمد عندها هيروح في حكم إلهي، أي مش هيدخل ملكوت الله. ده حكم الكنيسة الأرثوذكسية على اللي مش هيتعمد عندها من الأطفال، سواء بقى طفل مسلم مسيحي يهودي بوذي. أي طفل هيموت مش هيتعمد في الكنيسة الأرثوذكسية على هذا الكلام مش هيدخل ملكوت الله. امال هيروح فين؟ مفيش ملكوت الله، يبقى يروح النار. اما بقى كلام المسيح وحكم المسيح في الامر دوت، افتح كده معايا انجيل لوقا صح 18 عدد 16. بيقول كده: اما يسوع فدعاهم وقال: دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم، لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. عزيزي المشاهد، تصدق مين؟ تصدق تعليم الكنيسة الأرثوذكسية اللي بتجيب آية مش في محلها وبتحرف في كلام المسيح في الإنجيل في كتبها الخاصة؟ ولا تصدق كلام المسيح النقي اللي هو بيقول كده هوت إن الأطفال الصغيرين اللي هم مش فاهمين حاجة، لسه الطفل بيكون بريء، ده لو مات هيروح السماء. كلام المسيح هنا بيقول كده هوت: أي طفل هيموت على مستوى العالم كله لو مات هيروح السماء. لكن حكم الكنيسة الأرثوذكسية بتقول كده هوت: أي طفل هيموت مش هيتعمد هيروح النار. سلام.